المؤدي من ميدان التحرير الى وزاره الداخليه. كل الشوارع الثانيه لها مداخل عشان تدخل لوزاره الداخليه، لازم تروح من اتجاه لاتجاه او من اتجاه لاتجاه، من عند مجلس الوزراء او من شارع ريحان. مفيش حاجه مباشره. الشارع الوحيد المؤدي والذي يربط ميدان في دي مشدة في التحرير، واضح انها خناقه بين حد، ناس مختلفه، ناس قالت كلمه ما عجبتش حد، هنفهم هنشوف. خلي الكاميرا معانا تتابع. شارع محمد محمود هو الشارع المؤدي مباشرة أو يربط ميدان التحرير بوزارة الداخلية، فشيء طبيعي أن يكون احتكاك مباشر بالمتظاهرين اللي موجود في ميدان التحرير، وشيء طبيعي أن من يريد استغلال ذلك للإساءة إلى المشهد في ميدان التحرير أن هم يكونوا في هذا المكان. هذه آنسة وبيتم دفعها بعنف وبتقع، بيخرجوها بره. هذا السلوك حتى لو هناك اختلاف نتمنى ألا يكون هذا أسلوب التعبير. ربنا يسترها، ربنا يسترها. طيب مين هو محمد محمود ده؟ يعني الشارع ده اسمه محمد محمود، مين محمد محمود في تاريخ مصر وإيه علاقته بوزارة الداخلية؟ كم المعلومات اللي وفرها الزملاء بصراحة استوقفتني جدا. شارع محمد محمود، محمد محمود ده هو محمد محمود باشا، أشرس وزير داخلية وكان رئيس وزراء مصر في العهد